اهلا بيكم. زي ما عودناكم دايما كل اسبوع معانا ريستارت جديد. ريستارت النهارده اوعى تخاف. يعني كل الخوف غلط ووحش؟ لا طبعا. يعني مثلا لو عايزه اعدي الشارع بصيت يمين وشمال، ده ما اسموش خوف، ده اسمه حرص. عايزه انزل البحر ما بعرفش اعوم، ما ينفعش، ده ما اسموش خوف، ده اسمه وعي. اي حاجه اقدر اخد بالي من نفسي فيها، ده ما اسموش خوف. طيب ايه الخوف؟ الخوف في ناس عندها رعب وهلع من حاجات بتسبب لها فعلا أرق وقلق، زي مثلا الخوف من المسؤولية. تخيلوا ان في بنات بطلت تتجوز علشان خايفين من المسؤولية، وكمان ولاد. تخيلوا مثلا في ناس عندها هلع من المستقبل، مرعوبة. طب انت حضرتك قادرة تعملي حاجة تغيري بيها اي حاجة؟ لا. يبقى ليه انت خايفة؟ انت واخدة احتياطاتك، بتعملي اللي عليكي وكله على الله. في ناس عندها خوف من الفقد، في ناس بتترعب من كلام الناس، بتبقى مرعوبة. وفي ناس عندها خوف من المجهول ومن المستقبل، وخوف كتير ما بيسبب لكوش حاجة غير القلق والزعل والمرض. الخوف الكتير والقلق الكتير بيجيب مرض. فليه أنا أخاف؟ لو فيك الصفة دي تعمل إيه؟ أول حاجة أسأل نفسي، أنا الخوف اللي أنا خايفه ده، أنا خايف على صحتي مثلا، عندي عمالة أفكر كده إن أنا لما أكبر صحتي هتبوظ، أعمل إيه؟ آكل صحي، أعمل حاجات كويسة وأسيبها بقى على الله. أنا خايف من المستقبل عشان في المستقبل هبقى وحيد. في إيدك حاجة تعملها اعملها، مفيش في إيدك حاجة تعملها خلاص سيبها على الله. اعقلها وتوكل، بكرة ده بتاع ربنا مالكش دعوة بيه. ما تخافش. لو فيك الصفة دي أرجوك من اللحظة دي ستوب، اقف، اعمل قرار انك تعمل ريستارت النهارده. اوعى تخاف. وبمناسبة الخوف، في حاجة برضو بتخوف الناس كلها او بالناس كتير قوي، لما يكون في ابتزاز. في موضوع الابتزاز ده معانا النهارده ومعاكم المستشار احمد حسن. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ. هتكلمنا ازاي ما نخافش من الابتزاز، وازاي برضو نعمل ريستارت ونوقف اي ابتزاز يقابلنا. الاول، ايه هو الابتزاز وليه الايام دي بقينا نسمع عنه كتير؟ طيب، هو بمنتهى البساطه كده الابتزاز ده هو عباره عن ان في شخص ما بيبتز حد، سواء كان بصور او معلومات او فيديوهات او باي وقائع يقدر ان هو يخلي الشخص اللي قدامه ضحيه ليه لابتزازه، سواء كان الابتزاز بقى هيكون مصحوب بطلب او مجرد ابتزاز بس عايز يدمره مثلا شخصيا او حاجه. لكن الاصعب هو او المتداول دايما ان هو بيكون فيه ابتزاز ومصحوب بطلب. انا هنزل لك مثلا الصور ديت او الفيديوهات ديت لو ما عملتش كذا، لو ما جبتش مبلغ مالي، لو ما سويتش كذا، لو ما عملتش فعل معين. فالابتزاز ده يعني معناه بصورته العامة. وبالنسبة لسؤال حضرتك ان هو ليه منتشر، لان الابتزاز النهارده اسمه هو طبعا الابتزاز كذا نوع، بس الابتزاز اللي خلى يعني يبقى فيه انتشار كبير جدا هو الابتزاز الالكتروني. طبعا مع وجود انتشار السوشيال ميديا وانتشار الالكترونيات. بالظبط. طبعا مع انتشار السوشيال ميديا خلى موضوع الابتزاز وموضوع ان الانسان يوصل للصور والمعلومات والفيديوهات، سواء كان برضا الضحية او كان عن طريق اختراق ما. هل الابتزاز انواع؟ انت قلت لي مش نوع واحد، انت ذكرت نوع واحد اللي هو الالكتروني، في انواع تانية؟ طبعا في ابتزاز مادي، في ابتزاز وظيفي، لكن اخطرهم على الاطلاق واللي هو فيه انتشار دلوقتي وموجود بصفه عامه هو الابتزاز الالكتروني. لان للاسف الشديد الفتره اللي فاتت او وما زال لغايه دلوقتي في ناس كتير جدا ضحايا للابتزاز الالكتروني. وطبعا احنا عايزين فعلا ان احنا نوعي شبابنا خاصه البنات ان اياكي انك انت تخافي من الصور والفيديوهات، حتى لو كانت الصور والفيديوهات دي حقيقيه. هي لو ما كانتش حقيقيه هي جريمه اكبر وليها قصه تانية، فيها تزوير بقى كمان. اصل هو هنا هيبقى التهديد مثلا حد مثلا عمل صوره عن طريق الذكاء الاصطناعي، حد مثلا عمل فيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي ونسبه لشخص فبيبعته له وبيبتزوا بهذا العمل، فكده يبقى الجريمه اتنين، ابتزاز وتزوير. لا، هنا في الحاله دي
هو بيقع تحت طائله القانون 175 سنه 2018 خاص بجرائم تقنيه المعلومات. والموضوع هنا ممكن يوصل للسجن لمده 5 سنوات، يعني موضوع طبعا كبير. فطبعا عشان خاطر موضوع بالذات الذكاء الاصطناعي وانتشاره ده موضوع خطير جدا، ان ناس كتير جدا بتعمل صور وبتعمل فيديوهات بتبقى كانها اصليه، ما بتعرفش تميز. ده وصلت لغايه 100%. يعني صاحب الصوره مش هيبقى عارفها، يعني مش هو نفسه شاكك في هي نفسه. مش 100% بالظبط، ولكن اي حد ممكن يخدع فيها. طيب دلوقتي لو حد هدد بس مجرد تهديد برضو يتعاقب؟ طبعا التهديد هي جنحه ممكن توصل للحبس وللغرامه. لكن لو كان التهديد ده مصحوب بطلب، يعني انا مثلا بقول له حد، مثلا انا هدي حضرتك مثالين لكل نوع. واحد بيهدد حد فبيقول له ايه، انا هفضحك، انا هنزل لك الصور او الفيديوهات مثلا على الانترنت، ده مجرد تهديد. لكن الاصعب واللي بيكون فيها طبعا مشكله كبيره أكبر. او عقوبه اكبر بتبقى جنايه، لو كان التهديد ده تم اصطحابه بطلب ان انا هفضحك لو ما اديتنيش مبلغ مالي مثلا معين، افضحك لو ما عملتش مثلا فعل ما معين. يعني كده هم جريمتين بقى ولا ايه؟ لا مش جريمتين، احنا هنا بنفرق ما بين التهديد اللي بالمطلق العام من غير ما يكون فيه طلب ما، والتهديد اللي بيكون فيه طلب. ده بيكون عقابه اكبر؟ بيبقى طبعا عقابه اكبر. طيب لو حد اتعرض لابتزاز يعمل ايه؟ بص اقول لحضرتك، اولا زي ما حضرتك قلتي ان ما ينفعش ابدا ان الخوف يسيطر علينا ابدا. اياك انك انت تكون ضحيه الخوف، لان انت هنا هتبقى ضحيه الخوف اكتر من ضحيه انك انت ضحيه المبتز نفسه اللي هو بيبتزك. انا بالفعل. بعرف ناس ما بتنامش عشان في ابتزاز واقع عليها فما بيناموش. طيب احنا الاول هنقول احنا هنعمل ايه الاول، وبعدين نتكلم في الموضوع دوت. نعمل ايه؟ اول حاجه نعملها ما نردش ابدا على الشات. يعني حد بعت لي شات ما ردش ابدا عليه، ده رقم واحد. ليه؟ طول ما انا ما ردتش عليه انا كده بخليه مش فاهم ايه اللي بيحصل. ما انا لو رديت عليه وكانت الكلام اللي انا بكتبه او التعبير اللي انا هعبره بيعبر عن خوف او قلق او توتر، فهنا بيبدا الجاني او المتهم او المبتز يبدا يدوس على الضحيه. فالافضل ان اول وحتى لو استفزيته وقلت له انا مش هاممني واخبط راسك في الحيطه برضه ممكن لا الافضل ان هو ما يردش عليه خالص. ماشي. وحاجه تانية مهمه جدا جدا، وخلي بالك ان الخطا ده ناس كتير جدا بتقع فيه، ان في ناس بتمسح الرسائل او الفيديو او تعمل بلوك. بالظبط. بس انا يهمني اكتر الرسائل، ما هو ده الدليل. النهارده بعد صدور القانون 175، القانون 175 خلى للأدلة اللي يتم استخراجها بواسطة طبعا الفنيين المختصين بالمجال دوت، اللي يتم استخراجها من الهواتف ومن الحواسب الآلية وأي مصدر معلوماتي بيبقى ليها حجة كحجة الدليل المادي في الإثبات الجنائي. فبالتالي ما ينفعش أبدا يكون أنا عندي صور أو فيديوهات في المراسلة اللي الشخص ده بيبعتها لي وأنا أقوم مسحها. بالعكس، ده انا اعمل لها كده الدليل طبعا، ده انا اعمل لها سكرين شوت واعمل لها سكرين ريكوردز، وكمان ابعتها لحد مثلا عشان لا ما ابعتهاش لحد. انا لما اروح ما هي دي بقى الخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده ان انا هروح هبدا اعمل محضر في جرائم تقنيه المعلومات، وهناك هياخدوا طبعا التليفون ويبداوا هم يعملوا فحص فني دقيق طبقا للقواعد واللوائح المعمول بيها، عشان خاطر يبقى ده دليل إدانة على الشخص الجاني اللي هيتجاب. خلي بالك ان هو هيتجاب حتى لو الصور دي حقيقية. يعني حتى لو الصور دي حقيقية انا بقول مستحيل ابدا ان احنا نرضخ للمبتز وان احنا ننفذ له طلباته. في ناس بتدفع فلوس، تقول لك هدفع له فلوس عشان اخلص، ما هو هيفضل تاني يبقى كل شويه بقى. ده هو كده انت حققتي له هدف. عملنا له مشروع. ده مش هيخلص. الابتزاز ده كده مش هيخلص. هو كل ما يتزنق في فلوس هيقوم بقى خلاص عرف ايه، بنك متحرك اسمه الشخصيه. طب ايه بقى العقاب القانوني اللي هيبقى عليه لو هو ابتز حد بالطريقه دي؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك بالظبط من شويه ان في 3 انواع من العقوبات. ماشي. العقوبه الاولانيه لو كان التهديد بصور حقيقيه،
او حتى لو تشوف، انا بقول لحضرتك حتى لو حقيقيه، يعني مثلا فلنفترض ان في واحده ادت صورها لشاب، والشاب ده هددها بان هو هيبعت الصور دي لحد ولا كده، دي جنحه ممكن توصله للحبس. تمام. لو كان بقى التهديد ده في حاله ان هي حقيقيه، لو كان التهديد ده مصحوب بطلب، في الحاله دي هتوصل معاك جنايه، يعني السجن. دلوقتي في مثلا حاله يبقى حد خارج البلد وبيبتز حد في القاهره مثلا وهو خارج البلد، طب قانون دولي بقى ولا هنعمل ايه؟ هنجيبه ازاي؟ اولا هي دي طبعا دي ازمه، دي ان يكون حد بره البلد او كده. المهم ان هو نقدر ان احنا نوصل له. يعني الفكره في ايه؟ لو هو بره مش البلد، اي بلد بيبقى بيننا وبينها اتفاق، صح؟ لا هي طبعا في معاهدات ماشي، بس هنا الجريمه اللي حصلت فين؟ المبتز في القاهره مثلا، يبقى هنا الجريمه. يبقى نرفع القضايا هنا، القضيه تترفع هنا ويتعمل تقرير فني هنا. ولكن هي موضوع شائك شويه، لان طبعا بالنسبه للقانون الواجب التطبيق، هو المفروض بيبقى البلد اللي تمت فيها الجريمه. ده بالنسبه بقى للقانون الدولي، يعني احنا كده هنتوسع وهنبدا ان احنا نخش في موضوع اوسع. ولكن انا عايز ادخل تاني جوه الابتزاز واقول لحضرتك ان الحاله الثالثه من العقوبات، لو كان الشخص ده فبرك صور بواسطه الذكاء الاصطناعي وابتز بيها حد، دي في الحاله دي هيبقى عقوبته ممكن توصل ل5 سنوات طبقا للقانون 175. ودي معلومه تغفل عن الكثيرين يعني، فانا حبيت ان انا انوه عنها وادقق عليها عشان خاطر الناس تبقى فاهمه ان مهما كان القانون هيجيب لك حقك. القانون هيجيب لك حقك لو انت مش بتخافي زي ما حضرتك قلتي. أيوة. هل في فرق بين الابتزاز والتهديد؟ لا. الابتزاز يعني هو بيتهيألي صح؟ الابتزاز هو التهديد. هو التهديد. انا بالظبط انا بهدي، حتى الماده بتتكلم عن التهديد. طب يعني القانون ما هو القانون هيفرق بينهم، ما هم نفس الشيء يعني. ما هو انا ابتزاز يعني انا بهددك. هي ده مرادف، كلمه مرادفه يعني، ابتزاز أيوة مرادفه للتهديد. طب ازاي نحمي نفسنا من حاجه زي كده؟ طبعا في نوعين من الحمايه ماشي. انا هتكلم مع حضرتك في النوع الاولاني، ان لو انا النهارده اعرف شخص او عملت علاقه على السوشيال او كده، اولا ما نثقش في حد ابدا. ثانيا ما فرطش في صوري. هو للاسف بنات كتير جدا جدا على طول، وخصوصا الصغيرين في السن، بيبعتوا صورهم وبيتكلموا شات وبيعملوا حاجات كتيره، وكلهم كتير منهم بيتعرضوا للابتزاز وبعدها بتندم. وحتى لما تتخطب مثلا لواحد تاني يفضل يقول لها هبعت صورك. طب ليه تحطي نفسك في الوضع ده؟ ليه؟ يعني بستغرب. وبعدين سمعتي عن الحكايه دي كتير، سمعتي مره، سمعتي 2. يعني افضل حاجه انك تحمي نفسك انك ما تعمليش كده من الاول. انت سمعتي عن صاحبتك، عن حد في التلفزيون، عن حد في السوشيال ميديا، وكانت الواحده دي اكيد كانت واثقه في الشخص اللي بتبعت له ده. ليه تحطي نفسك تحت ضرس حد؟ ليه؟ يعني المفروض البنات بصراحه يكون في توعيه في المدارس، في البيت طبعا دي اهم حاجه. وانا هنا بنصح الام انها ما تخوفش البنت. دايما البنت اللي بتكون واثقه في مامتها وبتحكي لها كل حاجه دايما بتكون اقل خوف واكتر ثقه في نفسها. فالمفروض كل ام توعي بنتها، واكتر حاجه ان هي تثق فيكي وتحكي لك قبل غيرك. معلش كنت بنصح بس. لا طبعا ما هي دي معركه الوعي. معركه الوعي اللي حضرتك اتكلمتي عليها، هي دي معركه الوعي اللي احنا المفروض لو قلنا ان في بنات كتير بتعمل حاجه زي كده، فاحنا انا قلت لهم اول حاجه ما تثقوش في اي حد، ما تبعتوش صور او فيديوهات ليكوا، بلاش انك انتوا تعملوا اي علاقه سريعه وان كنتوا تثقوا في الناس بالسرعه دي، لان احنا مش في يعني مش في وضع. ما فيش حد دلوقتي، في ناس كتيره مش في المدينه الفاضله اصلا يعني. بالزبط. في ناس كتير للاسف اخلاقها بقت مش كويسه. واصلا ليه حتى لو انت حتى لو ما هو عيب برضو فيكي انك تبعتي صور مش كويسه ليكي، او طالما انت خايفه تعلنيها في العلن فليه تعمليها في السر؟ وانا اللي انا طبعا زي ما حضرتك قلتي، انا ما احبش ابدا ان انا احط نفسي موضع ان ممكن يحصل حاجه زي كده. فالافضل في البدايه ان انا ما اثقش في حد، ما ابعتش صور ومعلومات. طيب بالنسبه للنوع الثاني بقى، النوع الثاني من الابتزاز او الوصول للصور والفيديوهات هي الاختراق. فانا طبعا انصح الناس بالنسبه لموضوع الاختراق،
دي اول مشكلة حاجه بقى، ما بعتناش صورنا ولا حاجة وقاعدين بنتصور في بيتنا براحتنا، نلاقي التليفون اخترق، دي مشكلة كبيرة. بالظبط. وبالتالي المفروض ان احنا على فكره برضو خلي بالك ان القانون بيحمي في موضوع الاختراق، وجريمه الاختراق بتوصل للحبس طبعا بالنسبه للقانون 175 برضو. فالافضل ان احنا عشان نحمي نفسينا شويه من موضوع الاختراق، ان احنا اولا ما نديش الباسوردات بتاعتنا لحد، ثانيا نحاول ان احنا نستخدم باسوردات تكون قويه شويه، ثالثا نحاول ان احنا ما نستقبلش صور او مستندات او ملفات او من لينكات، اي حد. لينكات طبعا بيبعت لك لينك يقول لك كتير قوي قوي بشوفها، يقول لك ايه، ابعت دي ل10 علشان معرفش تحصل على مليون جنيه، وفعلا الناس بتبعتها وفعلا الناس بتفتحها وتبعتها. ما دي طريقه من طريقه الفيروسه. ماشي. طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتكلم عن الموضوع بشكل عام، ازاي ابقى انا اتحوط. موبايلك ده النهارده اصبح مشكله معاك، مشكله قنبله موقوت. اولا خصوصيه، ثانيا انت ممكن يكون في موبايلك اللي انت مش عارفه عن نفسك. انت موبايلك ده فيه كل تقريبا اسرار الانسان دلوقتي حقيقي. فاصبح النهارده حمايه الموبايل ده هو مسؤوليه شخصيه لكل انسان. صحيح. فبالتالي قبل ما انت تقع في الاختراق ونقول ان احنا هنجيب لك حقك بالقانون، لا، انا بقول لك انك انت تحمي نفسك من البدايه، وتحاول انك انت ما تستقبلش اي حاجه من اي حد، وتحاول انك انت ابدا ما تقعش في موضوع الاختراق ده، او انك انت تبقى ضحيه في انك انت تتسرب معلوماتك وخصوصيتك، وكمان تقع في ايد جاني. خلي بالك كمان ان من ضمن الانواع اللي بيقوم بيها الجناه ان هو بيخترق التليفون، ممكن يوصل لحسابك البنكي. ده كتير. ودي حصلت كتير وحصلت الايام كتير دي، حاصله جدا كتير جدا جدا. الايام دي كتير جدا. فالافضل طبعا ان احنا نخلي طبعا خصوصيه كبيره جدا، نقفل على نفسينا، ما نستقبلش رسائل من حد. لو حد بعت لينك او فيديو او صوره او حاجه، يفضل ان انت تعمل حتى بلوك للشخص ده لو كنت انت ما تعرفوش، لان لو هو تعرفه وبعت لك حاجه واخترقك فده سهل ليه هيجاب بسهوله جدا. يعني احنا عندنا النهارده في الدوله طبعا الفضاء الالكتروني في الدوله بقى عظيم جدا، وعندنا الفحص الفني ما بيجيب كل حد ممكن يعمل جريمه اختراق او يعمل جريمه اعتراض للبيانات، او ان هو يوصل باي وسيله من الوسائل ان هو يخترقك او يعترضك. هايل بصراحه. طبعا يعني المفروض اي حد، اهم حاجه ما نخافش، لانك انت لو خفت هتبقى انت فريسه خلاص بقى. يعني بيفرق اكتر حاجه تفرح المبتز انه يلاقيك خايف. طبعا ما هو ده الهدف اللي هو بيحاول يوصل له. هو النهارده المبتز ده لما بيبتز حد بيبتزه عشان الغالب، خلي بالك ان هو ممكن واحد يبتز زي ما احنا قلنا في النطاق العام عشان خاطر بس انا هفضحك انتقم منك مثلا، ماشي، ماليش طلبات. لكن 90% او اكتر من 90% من الابتزاز بتحصل بسبب ايه؟ طلب. انا محتاج، انا اصلا بحرجم على التليفون ده عشان اوصل لايه، لحاجه. في حاجه كمان مهمه جدا المفروض ان احنا برضو نوعي فيها شبابنا وبناتنا. اوكي، ايه هي؟ دلوقتي مثلا حد تليفونه حصل فيه مشكله ما، ممكن يروح مكان او مركز عشان يصلح التليفون. انت هنا سلمته بايدك، لازم اديله الباسوردات وسلمته التليفون باللي عليه، فاصبحت مشكله كبيره جدا. حتى على فكره، حتى لو مسحتي البيانات، لو الشخص ده متمكن ممكن يوصل ان هو يسترجع هذه البيانات مره اخرى. بيكونوا متمكنين بالظبط. فيفضل طبعا ان احنا لما نيجي نودي التليفون نوديه لمراكز معتمده، ما نودهوش لمكان او ممكن نشيل الحاجه اللي عليه مثلا نحطها على لابتوب او كده. ما هو انا بقول لحضرتك ممكن برضو يرجعها. ده لو اتمسحت، بقول لحضرتك انت لو دوستي عليها ديليت ممكن هو ربنا اللي بيسترنا الظاهر. طبعا انا عايز اقول لحضرتك هو الافضل اصلا ايه. يعني ما ينفعش مثلا واحده مثلا قاعده في البيت ما ينفعش ان هي تصور، او مش بقول ما ينفعش، بلاش، من الافضل ليها ان هي ما تصورش نفسها في صور ممكن تتاخد عليها في يوم من الايام. اي حاجه حصلت بقى، تليفونها ضاع، تم اختراقه، ما تحطش نفسها في الوضع ده اصلا من البدايه. هي تقدر ان هي ما تحطش نفسها في الوضع ده. فبالتالي من الافضل ان احنا نستخدم التليفون الاستخدام الصحيح. النوتس، عارف النوتس اللي بتيجي دي علشان ما نكتبش في اجنده وحاجات دي، فيها كل الباسوردز بقى. النوتس اللي هي على التليفون دي ما شاء الله علينا بنكتب فيها كل الباسورد. ودي على فكره مشكله كبيره جدا. ما ينفعش ابدا ممكن يتسرق التليفون. بالظبط. احنا النهارده التليفون ده لازم نستخدمه استخدام صحيح.
وسائل التواصل دي لازم يتم استخدامها الاستخدام الصحيح. الاستخدام الصحيح ده في ايه؟ في مهمته. نتكلم ونرسل زي زمان ولا ايه؟ لا، في المهمه بتاعته. انت ممكن حضرتك تستخدميه في كل الحاجات، ولكن يعني حاول انك انت خصوصيتك دي ما توصليش لمرحله. اصل انت النهارده موضوع الاختراق بقى سهل، اي حد ممكن، خصوصا الفيسبوك. اي حد ممكن يتم اختراقه. اي حد بقى. ايه الوسيله؟ مش عارفين. هي بتتجدد. اصل المخترقين والناس اللي عباقره ومتجددين، يعني عنده افكار كل شويه، ممكن ثغره هنا ثغره هنا ثغره هنا، وهم من خلال هذه الثغرات بيقدروا يوصلوا للحسابات وبيقدروا يوصلوا للمعلومات الشخصيه. فبالتالي لا، انا احاول على قد ما اقدر ان انا اكون متحوط. يعني ايه متحوط؟ يعني اخلي نفسي كده ايه، دايما عارف ان انا ماسك تليفون او جهاز معلوماتي ده ممكن في اي وقت من الاوقات ان ده يتاخد عليا. فبالتالي انا احافظ على الحاجه دي، احافظ على الحاجه دي واستخدمها للاستخدام اللي انا عايزه. انا حر في استخدامي، واي حد حر في استخدامه. انا مش بقول مثلا ان احنا نمنع نفسنا من حاجات معينه، لا، بس بلاش مثلا اوضاع مخله. يعني احنا شفنا في الفتره اللي فاتت ناس اتسرب لها صور وفيديوهات ما ينفعش ابدا ان هي تتعرض للعامه، ومع ذلك للاسف الشديد ان هي اتعرضت، ومع ذلك للاسف الشديد ان هي تم تداولها، والشخصيات دي النهارده في مشاكل طبعا. كمان في وسائل كده بيعملوها معينه للسرقه مثلا. يعني مثلا انا شخصيا تعرضنا للسرقه بالطريقه دي، انه يخترق الرسائل ويبعت رساله لاصدقائي يقول لهم ايه، على ان انا بقى اللي بقول ابعتوا لي 5000 جنيه مثلا دلوقتي بسرعه علشان انا في مشكله ومزنوق. في حد بعت لحد يعني يبعتوا لك مثلا، انا مثلا كاني انا بعتلك، اللي بعت لي بسرعه 5000 جنيه انا مزنوقه في مش عارف في كذا في كذا في كذا، محتاجه الفلوس، فانت عارفني كويس وواثق فيا. ودايما الحكايه دي بتحصل للشخصيات الكبيره، اللي هو عارف ان هو عنده مصداقيه عند مثلا استاذ احمد، فهبعت له فهيبعت لي الفلوس على طول. دي حصلت وبتحصل. بس الفكره في ايه؟ ما هو برضو احنا مش المفروض نبقى اذكى من كده. احنا دلوقتي كل الحاجات دي يعني تم التعرض ليها، وناس كتير اتعرضت ليها، فالمفروض احنا نبقى اذكى من كده. اولا الشخص اللي اتسرق المفروض انه، او اتسرق ايه؟ اتسرقت معلوماته. اول حاجه يعملها ان هو يبلغ كل الناس: يا جماعه انا معلوماتي اتسرقت. سواء بقى يعمل فيديو بقى، ينزل، يعمل بوست، يعمل اي حاجه، مهم ان هو يوصل للناس ان انا معلوماتي اتسرقت، وان اي حد يتواصل معاكم يا جماعه احذروا ان المعلومات بتاعتي اتسرقت. ده رقم واحد. ده عشان ده سريع جدا، ده ممكن يعمله في ثواني. الحاجه الثانيه ان هو على طول يعمل ايه؟ بلاغ في بالظبط، يعمل بلاغ في جرائم المعلومات، ويبدا ان هو يتخذ الاجراء القانوني عشان يبدا ان هو يجيب الشخصيه اللي قامت بالاختراق حساباته الشخصيه. انا بقول لك عباقره، يعني بيجددوا دايما كل مره جديد. وفي بقى وسائل للاسف، يعني رغم ان هي قتلت بحثا بس برضو بنقع فيها، زي اللي يكلمون في التليفون يقول له ايوه احنا تحديث البنك كل يوم يبعت لنا رسائل: انا ما بحدثش معلومات، انا ما ببعت، وبرضو الناس تقع فيها. يعني برضو الناس مش، يعني برضو عايزين نكلم الناس دي ان مش، أنا عايز يعني خلاص بقى. ده كل يوم ناس من الشخصيات دي بتقع في الموضوع ده. انا اصلا وحضرتك بتتكلمي دلوقتي عن موضوع الرسائل والاختراقات وكده، فكرتني بواقعه كانت حصلت في انجلترا، ومع واحده من اكبر الشركات في انجلترا. وتقدري على فكره انك انت ترجعي للكلام اللي انا بقوله ده، وممكن ابعت لك الادله على كده. كان جايه في صحيفه ذا جارديان. والشركه دي ايه اللي حصل فيها؟ المدير المالي المسؤول اتعمل معاه ميتنج صوت وصوره مع صاحب الاونر بتاع الشركه، وخلاه يحول 25 مليون دولار. يا نهار ابيض. وده كله ذكاء اصطناعي. شفتي بقى المشكله احنا وصلنا لايه؟ احنا داخلين على مشاكل دلوقتي. بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك ان طبعا موضوع الذكاء الاصطناعي على فكره ما بقتش اعرف، يعني لما اشوف مثلا بوست السين من الناس ابقى مش، او فيديو، يعني مش عارفه ده بجد ولا زي هو ده حصل ولا ده ذكاء اصطناعي ولا ايه. ما بقتش عارف افرق. هو ده اللي بيحصل بقى دلوقتي، ان الدول كلها على فكره، مش بس عندنا في مصر، ولكن الدول كلها دلوقتي بتحاول ان هي تتصدى لجرائم الذكاء الاصطناعي، لان احنا داخلين على طفره اخرى ونوعيه جديده من الجرائم هتبقى صعبه جدا جدا وكتيره جدا جدا.
المره الجايه هنستضيفك برضو اول ما الجرائم دي تحصل. لا تحت امرك طبعا انت في اي وقت. معانا. لا تحت امرك في اي وقت. يعني اهم حاجه زي ما قلت في البدايه بقول في النهايه، ما تخافوش ابدا، خليك قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، دايما قولوا كده، ودايما حصنوا نفسكم، وخلينا اقوياء. القوه ضد الخوف، فبلاش نخاف. اعملوا الريستارت ده النهارده ووقفوا اي خوف في حياتكم، هتلاقوا حياتكم اجمل بكتير، ما فيهاش توتر، ما فيهاش قلق، ما فيهاش خوف. الحياه بلا خوف حياه جميله جدا جدا. واشوفكم الاسبوع اللي جاي مع ريستارت جديده ومنال عبد.